برشلونة يسقط بالأربعة ضد أتلتيكو مدريد. سنتعرف في هذا الفيديو على أسباب الخسارة وإحصائيات هذه المباراة، لكن قبل ذلك نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. سيميوني يحقق انتصاره الأول على برشلونة في كأس الملك، والأول لأتلتيكو في القرن 21 بالبطولة، وبأفضل نتيجة ممكنة برباعية دون رد. كما أنه الفوز الأول لأتلتيكو على أرضه ضد برشلونة منذ 2021، والفوز الأول ضدهم بشكل عام منذ ديسمبر 2024. بنتيجة 4-0 حقق الأتلتي أكبر خسارة لبرشلونة في كأس الملك بالقرن الحالي، بالتساوي مع الخسارة من ريال مدريد في 2022-23 وختافي في 2006-7 بنفس النتيجة، وجميعها كانت في نصف النهائي. للمرة الثالثة في تاريخه يتعرض برشلونة لهزيمة ب4 أهداف دون رد أمام أتلتيكو مدريد. 4-0 نوفمبر 1942، 4-0 أبريل 1989، 4-0 فبراير 2026. نتيجة غير متوقعة وأداء غير مقبول. برشلونة استقبل 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول في مباراة للمرة الثانية فقط منذ موسم 2004-2005 على الأقل. المرة الأخرى كانت في دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2020 أمام بايرن ميونخ، عندما خسر 2-8 في ربع النهائي. اكتبوا لنا أعزائي المشاهدين في التعليقات أسباب خسارة برشلونة اليوم، وهل سيفعل برشلونة ريمونتادا في مباراة الإياب أم لا؟ وفي الختام، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.